ليه الحمل مش بيحصل من اول شهر؟ اول ما اتنين بيتجوزوا ناس كتير بتفتكر ان الحمل هيحصل على طول اسبوع 2 شهر، ولو ما حصلش يبدا القلق. بس الحقيقه الجسم ليه توقيت والفرصه مش دايما 100% كل شهر. الدراسات بتقول ان نسبه حدوث الحمل شهريا للازواج الاصحاء تحت سن 35 سنه بتتراوح من 7 ل 10%. يعني من كل 100 زوج وزوجه ممكن 7 ل 10 فقط اللي يحصل عندهم حمل في اول شهر، ومع الوقت ده بتزيد. النسبة بتوصل ل 60% بعد 6 شهور، و85% من الأزواج بيحصل عندهم حمل طبيعي خلال أول سنة من الزواج، بشرط إن العلاقة الزوجية تكون منتظمة. يعني لو عدى شهر أو 2 أو 3 من غير حمل ده مش معناه إن في مشكلة، ده طبيعي جدا. في أسئلة بتدور في دماغ الناس كتير، هل لازم يحصل حمل من أول شهر؟ لا، الحمل ممكن ياخد وقت، وده مش دليل على وجود مشكلة. امتى نبدا نقلق؟ لو مر سنه من العلاقه المنتظمه من غير حمل يفضل نعمل فحوصات بسيطه للطرفين. ممكن لو عدى 6 شهور من الزواج نعمل الفحوصات اذا كان سن الزوجه فوق ال 35 او الدوره غير منتظمه. هل في ايام معينه تزيد فيها فرصه الحمل؟ طبعا، فرصه الحمل بتكون في ايام التبويض اللي غالبا بتكون في منتصف الدوره الشهريه. هل التوتر بيأثر؟ جدا. التوتر ممكن يلخبط الهرمونات، بيزود هرمون البرولاكتين ويأثر على التبويض. الراحه النفسيه مهمه. في الاخر الحمل مش سباق ومش اختبار، هو رزق بيجي في وقته، بس احنا نقدر نساعده بالوعي والمتابعة والهدوء. الصبر مش ضعف، الصبر وعي، والوعي هو أول خطوة في طريق الحلم.